أهلا بكم في حلقة جديدة نعرض فيها بالضحك والتحفيل أخبار المخابيل هزاز الرؤوس والخايب المتعوس إلى جانب أخبار الرياضة اللي كلها سعادة. وطالما ذكرنا السعادة يبقى هنتكلم عن صاحب الريادة النادي الأهلي، ونبدأ بالعناوين. وقف برنامج مهيب عبد الهادي بعد واقعة التدليس على إلياس الجلاسي. أحمد مرتضى منصور: أنا زهقت بطولات. بعد افتتاح الفرع الخامس للأهلي، الزمالك يبدأ العمل في أكبر فرع لنادي في العالم. الأهلي يجهز للاحتفال ببطولاته بموكب يجوب شوارع القاهرة. يا ترى ماذا سيفعل الموسيقار؟ الموسيقار يصرح: اللي هيغني سطلانة هحبسه وهنسحب من مباراتنا أمام الأهلي. الموسيقار مش محمد عبد المنعم اللي سجل الهدف في الوداد. أهلا بكم مرة أخرى وإلى تفاصيل الأخبار. في برنامجه على قناة MBC اتصل مقدم البرنامج مهيب عبد الهادي بلاعب النادي المصري إلياس الجلاسي وسأله إذا كان مدحت عبد الهادي مدرب الزمالك تواصل معه بغرض ضمه للزمالك، فإلياس سأله هو إحنا على الهواء؟ قال له لا، وأكد على كلامه رضا عبد العال وسمير كمونة ضيوف البرنامج. فإلياس اتكلم براحته، قال أيوة حصل، وكان اللقاء زي ما حضراتكم عارفين على الهواء، وده سبب مشكلة كبيرة للاعب مع جمهور النادي المصري. إدارة النادي المصري تقدمت بشكوى ضد القناة والبرنامج، وتم إيقاف البرنامج وإحالة مهيب إلى التحقيق. بعد افتتاح الفرع الخامس للأهلي، الموسيقار يعلن بدء العمل في إنشاء أكبر فرع نادي في المجرة، واللي هيشمل ملاعب ومولات ومطاعم وكافيهات ومسارح وسينمات والحلو مع السلطات. وبدأ العمل بالفعل في الموقع بعدد 1 لودر وعدد 1 عربية نقل و5 عمال. جدير بالذكر أن الفرع الخامس للنادي الأهلي اتكلف 2 مليار و500 مليون جنيه. لحظة، سمعت قبل كده 2 مليار و700 مليون؟ لا، ده ديون نادي الزمالك يا فندم. في أحدث تصريحاته الكوميدية أحمد مرتضى منصور بيقول: أنا زهقت بطولات، كل سنة آخد بطولة، إن ما كانش في الكورة يبقى في الألعاب الأخرى. ردنا هو: والمصحف ما أنا راضي. مجلس إدارة النادي الأهلي يجهز حاليا لموكب من 3 حافلات ضخمة يوضع عليها كؤوس ودروع البطولات اللي حصل عليها النادي الأهلي. هتلف شوارع القاهرة خروجا من نادي الجزيرة وصولا إلى المقر الخامس، ومن المتوقع أن يرد المنافس بالمثل بأن يستأجر توك توك يلف شوارع القاهرة حاملا بطولات. الموسيقار بيقول: اللي هيغني سطلانة هحبسه وهنسحب من المباراة قدام الأهلي، واحنا بنرجوك ما تنسحبش، واحنا مش هنعمل كده تاني. احنا كنا بنحفل على الوداد، لكن لو سطلانا بتزعلك يبقى مش هنغني. في تصريح أكثر كوميدية الموسيقار بيقول: محمد عبد المنعم ما جابش الجول، احنا اتفاجئنا بالكرة في الشبكة والكل بيهيص وبيسأل حد فيكم شافه بيحط الجول؟ كلنا عارفين الجول جه ازاي، يقصد بالسحر والعفاريت. عزيزي المشاهد، للأسف انتهى وقتنا، لكن ما انتهتش أخبارنا ولا ضحكنا. أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله، وسلام.